امرأة قوية مغربية قحة وصوت عالمي، من عائلة فنية شربت الموسيقى والغنى في الرضاعة وغنات بشلة لهجات. نجاح، حب، تألق، ظلم، خيانة وزيد وزيد. طبعا غتكونوا عرفتوني على من كنهضر. ارتاحوا ليا مع راسكم واجيو نتعرفوا مجموعين على احداث قصة دنيا باطمة. بنت العائلة الباطماوية، واحدة من أحسن الأصوات المغربية اللي دازت على مر العصور. دنيا باطمة اللي كبرت في الموسيقى الغيوانية وبنات سميتها بيديها. المسيرة الفعلية ديالها بدات في 2010 ملي شاركت في استوديو دوزام، بقات حتى المراحل الأخيرة ولكن للأسف ما ربحاتش. 2011 والأول مرة جات تجربة أرب ايدول ودنيا باطمة ما فلتتهاش، شاركت وبقات حتى الفينال ولكن للأسف عاوتاني ما خدتش اللقب. واخا هكا دنيا باطمة صنعت قاعدة جماهيرية في العالم العربي كامل ولقات تعاطف كبير من الجمهور، حيت فريمون صوتها كان صوت لا يقارن. هادشي علاش بزاف الناس من الجمهور ديالها شكوا في التصويت وفي مصداقية البرنامج. مباشرة من بعد البرنامج بدات دنيا فعليا لا كارير ديالها، كاين اللي شجعها وكاين اللي لا. ابتداء من 2012 بدات دنيا كتعرض لواحد الحملات ديال التنمر والهجومات على مواقع التواصل الاجتماعي، والسيده ما دايره لا بيديها ولا برجليها. الصراحه في الاول دنيا تعاملت بذكاء مع هاد الموجه وكملت خدمتها بتركيز تام حتى النهار تلاقات مع محمد ترك، وبالضبط في 2012 تلاقاو اول مره في المطار، كانت غاديه للدوحه على شي خدمه. محمد هو اللي استقبل هذاك الوقت في المطار، قالوا باللي ما كانوش كيتحاملوا. ما كنتش كنحملوا ياك؟ يلا واحد النهار عيطوا لي، انا اللي كنت نحملك اصلا. عيطوا لي اري لي فرطابل احكا راه حتى حد ما طلعت لي الفيزا في الشركه راه غيطلع معاك واحد السيد سميتو محمد ترك، وانا قالوا قلت لي دنيا باطمه، قلت لهم واع. نتوما عارفين الحب ديما كيبدا بحال هكا، يخمنوا عيني فيه. دنيا ومحمد ما عرفوا راسهم باش تبلاو حتى لقاو راسهم كيموتوا على بعضياتهم، تزوجوا وداروا عرس اسطوري حضر فيه الاعلام والفنانه وداز كل شيء بخير. وهنا دنيا جمعت شوينطاتها ومشات عاشت في البحرين مع راجلها. اجي دابا نهضروا شويه على محمد ترك ونتعرفوا عليه شكون هو مدير وصاحب شركه انتاج بحريني الاصل. بلا شك غتكونوا عاقلين عليه ملي جا مع بنته حاله البرنامج عرب's got talent في تجارب الاداء. هو في الاول كان مجوج بواحد السيده سميتها منى الصابر، وبالضبط في الوقت اللي طلب فيه يد دنيا باطمه كيقولوا والله اعلم باللي مرته كانت هربانه عليه بسبب المشاكل اللي كانوا بيناتهم، واللي كانت السبب فيهم هي مامات محمد. الحضانه ديال الوليدات بقات ليها، وامه غير سمعته عاوتاني غيتزوج من جديد علنات معاه الحرب، لا هو ولا دنيا، وعطاتو ولادو يعيشوا معاه. دنيا في هذا الوقت ما سلماتش من القيل والقال ديال المتنمرين، اللي كيعيب على شكلها وكيقول دارت عمليه تجميل، واللي كيعيب على زواجها وكيقول سرقات الراجل لمراته. ولكن باش نكونوا واضحين ما كاينش اللي يشكك في صوتها وفي طريقه خدمتها اللي كانت تري بروفيسيونيل. كيقولوا والله اعلم باللي في هذاك الوقت مامة محمد ومرته القديمه داروا عصابه على دنيا ولاو كيقلبوا غير على فين يديروا ليها فين طيح، كانوا باغيين فريمون يشوهوها في لي ريزو سوسيو. ولكن دنيا بنت الحي المحمدي ما تهداتش ليهم، كانت قويه ديال بصح. والصراحه تراجلها محمد ترك كان كيبان واقف في جنبها ومعاونه، ولدات معاه جوج ديال البنيتات فنات، غزل وليلى روز الله يحفظهم ليها. تذكر اسم دنيا باطمة مرة أخرى، وهاد المرة قضية حمزة مون بيبي اللي خلاتها تمنع هاد المدة كاملة من السفر خارج المغرب. عاشوا هنايا هي ومحمد والعائلة ديالها، قدرت تتميز في بلادها مع وليدات بلادها، ودارت واحد استراتيجية واعرة خلاتها تكون من الفنانة المغاربة راس الصوت اللي كيدخلوا الفرحة على العرسان في ليلة العمر ديالهم. حتى لهنا مزيان، حتى لهادي واحد الشهرين وحنا نسمعوا باللي كاين شي خصام بينها وبين راجلها، صوف كو هي ما هضراتش، طلبات منه طلاق الشقاق حيت كان غيخشي ليها الكارو في عينيها وبنيتها كيشوف. هنا بدا كيطلع محمد في اللايفات وكيرغبها ترجع معاه. وتخيلوا معايا واحد النهار كاع جات لواحد المهرجان وقف الباب كيتسناها بالورد باش زعما تسمح ليه، ولكن دنيا كانت مقرره ما بغاتش تشوف. جراو عليه لي بودي غارد ديالها وهو طلع في لايف وبقى كيشكي وكيبكي وكيعاود. من بعد شي 3 ايام بحال هكاك شفنا دنيا باطمه بدات كتلوح لي ستوري في انستغرام وكتلمح باللي عرفات شكون هي البنت اللي حصلات راجلها كيخونها معاه. القضيه فيها
عليها الخيانه، ما فهمنا والو وما جات فين تكمل 3 ايام حتى دنيا خرجت لايف كتبكي وعاودات كلشي. دنيا قالت باللي مده 7 سنين وهي كيتمسحوا فيها اليدين والرجلين وهي صابره وساكته وما كتقول والو. وقفات مع راجلها في المشاكل اللي كانوا عنده وربات معاه وليداته. كانت كتعيش الاهانه والذل والظلم وكيتسد عليها في الحمام حتى كيجي باه كيحل عليها. كتقول دنيا باللي ما كانتش قادره تخرج تهضر على قبل بنيتها غزال، كانت كتخرج تخدم وتجيب ليه الفلوس وما كتحاسبش معاه، حيت نتوما عارفين المراه والراجل ما بيناتهمش الحساب. شفت بانه راجلها مدخل لها وحده للدار لابسه حوايجها، الخمر مع 3 الصباح، حوايجها تهزو، وحده تدور حدا حوايج بناتها، حدا حوايجها. حتى لواحد النهار هي خدامه في الشمال وبالضبط في مدينه الفنيدق حتى بداو كيوصلوها بزاف ديال لي زابيل. دنيا تخلعات ملي جاوبات، لقات باللي واحد الدري كيقول باللي هو فاعل خير وباغي يبين ليها شي حقيقه. قال لها دنيا اعتقي راجلك جالس مع وحده هنا في وسط دارك. نعيان نفسر هذا العشاء ديال العمل وما غيبغيش يتفسر ليا. نعيان نبغي نقنع راسي بانه عشاء عمل ما غيبغيش يتفسر ليا. انا كنهضر على مراه مغربيه ما كترضاش بالاهانه، كتشوف مراه داخله ليها لدارها كندير براسي ما شفت والو. جاوبته وقالت لي لا 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 لا, لا ما يمكنش، واقيلا غير جاب لك الله، يمكن غلط، هادشي ما يمكنش يوقع ليا في وسط داري. هو اقترح عليها انه يدير ليها ابل فيديو باش تشوف بعويناتها وتاكد. كتقول دنيا باللي سنين هذه وهي خايفه تشوف هذا المنظر، عيات تصبر ولكن للاسف شافت الشيء اللي خلاها تيقن وتاكد. علمات الشرطه مشاو لعين المكان، قلبوا الدار كامله فلاوها ما لقاو والو. هنا السي محمد مشى عندهم وقال لهم طيحوا عليا الباطل وطلب انه يدير بها وشايه كاذبه. وهنا دنيا وصلت من الفنيدق وجابت معها الدليل، حيت فاش كان الدري داير لها ابل فيديو كانت كتفرج و اون ميم طون كتصور بتليفون اخر. طلعت مريقله دنيا باطل. وهنا الملف تحول لشرطه الاخلاق العامه، استدعوا دنيا ومحمد وهذيك السيده اللي كانت معاه سميتها وصال. هو قال باللي حقا سيده ما كيعرفها ما كتعرفو، وهذاك الولد اللي كان معاه كيتسخر عنده هو اللي جابها حقا باش يتعاون معاها في شي خدمه. هنا البوليس توجهوا لدار وصال وقلبوها بيت بيت ولقاو طرف من الخلخال ديال دنيا باطمه اللي تشفر من الدار وسط السميله ديال صباطها. هنا البنت خلعات سالاو ليها واعترفت كلشي، قالت باللي بصح مشات عنده للدار وعطاها الخلخال ديال دنيا والريحه ديالها، وساعه ونص وهي مخبيه تحت الناموسيه، وحتى ل 9 ديال الصباح عاد صيفطها خرجت بحالها. دنيا قالت باللي القضاء تابعهم بتهمه السرقه وتحريض على الدعاره وراه خرجوا بكفاله، والسيد خرج فرحان وكيضحك وعاجبو الحال. من بعد اللايف ديال دنيا خرج ترك في حاله هستيريه، قال باللي دري صغير قدر يكذب ويتفلى على دنيا. بدا كيدور في الدار من بيت لبيت وكيدير في تمثيل الجريمه لهذاك النهار. قال باللي هذاك الدري 15 يوم وهو كيوكلو عنده كيبيتو عنده وسط بيت بناته، وباللي اصلا هو فان ديال دنيا باطمه، هو جابو غير باش يتسخر معاه ويعاونو في الدار. كيقول باللي الدري دار هادشي كامل خطه باش ينوض بيناتهم المشاكل. لكن اكتشفت ان الزوجه ديالي ام البنات عقلها صغير وكتحل ودنيها. جاب هذيك البنت على اساس صديقته غير باش يتعشاو اونصوم. كيقول باللي بصح انا غلطت ملي خليتها تدخل عندي للدار وانا راجل باقي مزوج. جلسوا غير ساعه ونص تعشاو بيناتهم، وملي سالاو مشات هي وياه بحالهم وترك دخل بحالته لبيته يرتاح. كيقول ترك باللي فاش كانوا كيتعشاو ناض الولد يغسل يديه، وملي رجع كيهضر في ابل على اساس داير ابل فيديو مع ماما. رجع جلس في بلاصه اخرى قدامنا ماشي فين كان جالس وكيزعزع التليفون، وراه هنا فين كان هضر مع دنيا. قال ليه محمد دوز رجع تجلس بلاصه. الدري تخلع وقطع عليها لابيل، كمل عشاه وناضوا خرجوا هو ووصال. كيقول ترك باللي من بعد ما مشاو ودخل هو ينعس بشي نص ساعه رجع الولد ودار ابل فيديو لدنيا باطمه في الظلام وقال لها ها انت شفتي؟ قلتها لك. هما دخلوا نعسوا. بدا كيترعد عليها في لابيل وقال لها صافي انا خاصني نمشي بحالاتي حيت الا مشى تحصلني غيقتلني. كيقول ترك غير بالعقل كون كنت انا باقي مع البنت في الدار ما كنتش غنخلي للدري السوارد. وراه جاو البوليس وقلبوا الدار كامله وهزوا الناموسيه وما لقاو والو. شي شويه طلع عندي الدري وقال لي الحمد لله محمد ما لقاو عندك حتى شي واحد. هنا ترك بدا كيسول ويستنطق في الدري حيت بدا كيشك. الولد خاف وتخلع وقال له عرفتي شنو تبدا تشك فيا انا كاع غنمشي بحال. قال له سير سيدي في حال وهاك كاع باش شرك. من بعد هادشي كامل شد
شد طريق محمد ترك للبحرين ورجع تصالح مع ماماه وحبابه. ما نساش دنيا باقي كل مره كيدير تلميحات في لي ستوري ديالو، اما هي كملت مسيرتها بحال حتى شي حاجه ما واقع. وكيبان باللي قدرت تفوت كاع هاد المشاكل كامله، كل واحد يلغي بالغير، ولكن الحقيقه كامله عند سيدي ربي. على كل حال نتمنوا من الله ما ينوضوش مشاكل على قبل الحضانه، حيت دوك البنيتات كيبقاو غير ملائكه. عارفه روحي غلطانه باغي نصلح الغلطه، يا انا بزاف ندمانه لا دنيا، ما عمرك ما كنتي غلطه، ما عمر صوتك ما غيموت. ومشاكل شخصيه بحال هذه ممكن توقع لاي امراه. الحصول الله يقويها ويقوي اي امراه مظلومه ولا وقعوا لها بحال هاد المشاكل. وانتوما شنو بان لكم في هاد القصه؟ هبطوا دابا لي كومونتير وكتبوا لي شي رساله بغيتوا دنيا باطمه تقراها. احدث قصه دنيا باطمه سالات. نتلاقاو حلقه جديده مع قصه جديده من كيفاش وعلاش. باي باي. تعليقاتكم كتهمنا وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.